السلام عليكم طلاب. طبعا قبل بداية الفيديو لا تنسون تخلون لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة حتى توصلكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية. ضروري تخلون لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة وتتابعون هذا الفيديو للنهاية حتى تفهمون هذا الخبر زين. طبعا عندنا الخبر هذا يقول اليوم هذا طلب من مكتب النائب السيد صفاء كاظم الحسيني. هذا الطلب شو يقول؟ مثل ما جاي يشوفون طلب إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم. هذا الطلب تقدم من النائب صفاء الحسيني إلى رئيس مجلس النواب المحترم. موضوع طلب إصدار قرار نيابي بخصوص الدخول الشامل للمرحلة الإعدادية بكافة فروعها. طبعا عندنا يقول نظرا للدور الرقابي والنيابي وحرصا منا على مستقبل أبنائنا الطلاب، منا هذا عندكم المناشدة بوصول أعداد كبيرة من المناشدات والمطالبات من طلبة الصف السادس الإعدادي. طبعا عندنا أيضا الثالث متوسط هم يقدرون دخول شامل مو بس السادس الإعدادي، ويلتمسون فيها منحهم فرصة الدخول الشامل أو توسيع قاعدة الشمول بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي. إن طلبتنا الأعزاء واجهوا خلال هذا العام تحديات وظروفا استثنائية اجتماعية واقتصادية، وأن حرمان شريحة واسعة منهم من أداء الامتحانات الوزارية بسبب مادة أو مادتين سيؤدي إلى ضياع سنة دراسية على شريحة واسعة منهم من أداء الامتحانات الوزارية، مما يولد إحباطا كبيرا لدى الشباب ويأثر سلبا على مسيرتهم العلمية. لذا نرجو من رئاسة المجلس الموقرة إصدار قرار نيابي بخصوص ما يلي: أولا، شمول طلبة السادس الإعدادي بفروع كافة بدخول الشامل للامتحانات الوزارية أو ب3 مواد و10 درجات كحالة استثنائية لهذا العام. ثانيا، مراعاة وضع الطلبة الخارجي الذين بذلوا جهودا في الاختبارات التمهيدية ومنحهم فرصة مماثلة. طبعا هنا جاي يقول طلاب الخارجي نريد نصير مثل الصباحي، يعني الطلاب الخارجي أيضا يحتاجون قرار الدخول وقرار الدخول الشامل. نحن على ثقة بحرصكم على العالي على مستقبل أبنائكم الطلبة ودعمكم لكل ما يصب في مصلحة المسيرة التربوية في بلدنا العزيز. مع فائق الشكر والتقدير، النائب صفاء كاظم حمد الحسيني، عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابي. هذا نسخة منه مثل ما جاي يشوفون، تقدم إلى رئاسة مجلس النواب. نتمنى ينطون دخول الشامل طلبة الثالث متوسط وأيضا طلبة السادس الإعدادي الصباحي والتمهيدي. طبعا شباب قبل نهاية هذا الفيديو لا تنسون تخلون لايك الفيديو هذا، ضروري تشتركون بالقناة حتى توصلكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية. راح نخليكم رابط مع قناتنا مع التليجرام بأول تعليق بالوصف مع الفيديو، دخلوا اشتركوا بيها حتى توصلكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية. تحياتي لكم.